السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم من قناة ياسين تايجر للزواحف والبرمائيات. النهاردة يا جماعة هنتكلم على نوع من أنواع مفاصل الأرجل. بس قبل ما أبدأ الفيديو عايز أكلمكم وأقول لكم على حاجة. بصوا يا جماعة، القناة مش جايبة دعم خالص، والله أنا بتعب جامد 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 على القناة دي. أنا والله لسه راجع من الدرس وبصور بهدوم الدرس أهي، وعشان أقسم بالله عشانكم مش عشان حاجة تانية. والله أنا عملت الفيديو ده عشان أنا هشتغل في الامتحانات، وكمان النهاردة جاي لكم أعمل لكم جيف أواي، وهقول لكم الجيفاوي شروطه ايه والجيفاوي على ايه، وهنقول لكم يعني في اخر الفيديو كل حاجه وشروط الجيفاوي ايه. بس عامه انا يا ريت دعم خالص يعني. أنا والله قلنا واعمل لكم مفاجاه كمان، اللي هو بعد الامتحانات في حيوانات جديده كتير، كذا حيوان مش حيوان واحد. هصور عنه حيوانات كتير، وهيكون في جيفاوي اكتر وحاجات احلى بكتير من الجيفاوي بتاع النهارده. يعني حاجات كتير والله، واللي مش هيكسب في الجيفاوي ده هيكسب في الجيفاوي اللي بعده، والناس اللي هتكسب الجيفاوي ده مش هتاخد في الجيفاوي اللي بعده. ممكن تاخد بس يعني اهم حاجه يكون عامل الشروط. هنقول لكم شروط في اخر الفيديو. النهارده اللي هنتكلم عنه هو العنكبوت. ده نوع من انواع مفصلات الارجل. هنتكلم عنه. اللي معايا دول بيضين، هوريكم النتايه اللي بيضه اهي. العنكبوت هصور لكم عنه النهارده اهو، بس بتعمل بالراحه عشان مبوظش الشبكه اللي هم عاملينها، عشان هم كمان بايضين، فدي اهم حاجه لازم اخلي بالي. اهي العنكبوت ماشي اهو. العنكبوت ده اهو، بس نفسي عايزه يهدى بس. انا مش عارف باين ولا مش باين. اهو ده العنكبوت، ده شكله. طبعا حجم بطنه كبيرة جدا، مش عارف هو باين اصلا في الكاميرا. ايوه اهو كده باين. ثانية انا هحاول ابينه لكم على قد ما اقدر واقول لكم هو بياكل ايه. ثانية واحدة بس. ده حجمه، ده شكل بطنه اهو. ده العنكبوت ده مش عنكبوت بيتي خالص، ده اسمه العنكبوت الشائع. بيبقى موجود في كذا منطقة يعني، بس مناطق معينة يكون رطبة رطوبة خفيفة. طب ده بياكل ايه؟ بياكل في البرية اللي هو عايش فيها صراصير عادية. لكن انت ممكن تاكله ايه؟ بتاكله ميل ورم عادي. هو بيكون عندكم عامل شبكه، بتحط له ميل ورم على الشبكه، هو هيتصرف معاها وهياكلها. هو حرفيا اول ما يلاقي تحت على الشبكه هيروح لها، يجري عليها وياكلها. دلوقتي انا هوريكم شكل البيت بتاعه في العلبه عامل ازاي. هوريكم. انا عندي اصلا 2 تانيين هم معايا في نفس العلبه، مش تبقى حاجه وحشه لو ربيت معايا كذا واحد. ده شكله، شايفين نقوشه لبطنه؟ شايفين عنده على بطنه من ورا 8 نقط اهي. يا رب بس هي مش باينه في الكاميرا خالص، عشان الكاميرا اللي بصور بيها مش حلوه خالص. ان شاء الله هحاول اطور من الكاميرا واصور من التصوير اللي عندي، بس الاقي دعم اهي. ده شكله. طب انت مثلا لو انت واحد يعني ما بتعرفش من الصراصير والحاجات دي، ممكن تجيب له صراصير وهتبقى احسن بكتير. طبعا دي اهي البيض بتاعه اهو. اهو ثانيه واحده اهو. انا اسف بس يعني على الصوت اللي عندي بقى، معلش. والله لسه جاي من الدرس اهي. اهي نفس الحاجه اهو. بس فيديو ثانيه. حاولت اهدي الدنيا على قد ما اقدر وجيت اهو. هوريكم العنكبوت اهو بيعمل عمل شبكه اهو في ايدي اهو، انا ماسكه. ده انا مطلعه، ده بيغير جلد. ممكن حرفيا بالحركه اللي انا عملتها دي طلعت هو بيغير جلد يموت، بس ده نقوشه باين اكتر، ممكن تبان في الكاميرا اكتر اهو. ده شكله. طب العنكبوت ده سام؟ مفيش عنكبوت حرفيا في الدنيا مش سام. ده سام، بس انا هو لسه هو بيعض اهي. عضني هو بقى، عضته بتحرق حاجه بسيطه وبتخلي صوابعك يحمر، بس متقشرش عليك خالص. يا دوبك سمه ده يأثر على صرصار، على الميل ورم. وهوريكم شكل الميل ورم للي ما يعرفوش، عشان انا حرفيا بطلع بالميل ورم ده في كل الفيديوهات. تمام. ده شكل الحرير بتاعه اهو، باين اهو. اهو ده شكل الحرير بتاعه اهو. شكل الحرير اهو. ده شكل العناكب. تعالوا اوريكم العناكب في البيت بتاعهم. ده شكل البيت بيكون محطوط فيه تربة طينية او بيت مساعد، بس انا حاطط لهم تربة طينية لقيت حسيتها احسن اهي. دي الام بتاعت البيض اهي. ده شكل البيض اهو. ده شكل البيض بتاعهم. دلوقتي انا هحط لهم واحدة ميل ورم عشان ياكلوها اهي.
هوريكم بس شكل الميل ورم عشان اللي ما شافوش، عشان انا بطلع بيه في كل الفيديوهات. كل الحيوانات يعتبر اللي عندي تاكله. اهي شكل الدودة. هحاول اجيب العنكبوت ده احطه هنا على الشبكة، واحط الميل ورم على الشبكة. حطيت الميل ورم على الشبكة. بصوا بدأت تاخد بالها منها وهتاكلها. هما هيحسوا بخطر الشبكة بتاعتهم، فهيبدأوا يهاجموها وياكلوها. اهي دي كانت شروط الجيفاوي بقى بتاعت المكسب. طبعا نكسب ايه؟ الجيفاوي هو عن العنكبوت اللي معانا ده. هتكسبوا كل الشروط اللي تعملوها. هتكسبوا واحد بالحجم الكبير اللي انتوا شفتوه ده، او حجم اصغر منه شبه اللي انا موريهولكوا ده، بالبيض بتاعه، بالبيض اللي هو ده زي ده، وجاهزين للي هيكسب. تمام. شروط الجيفاوي ايه؟ تابعني، تعمل لي متابعه، وتكتب لي اسمك في الكومنت اللي هو على اخر فيديو شورت بتاع الضفدع وهو بياكل. تكتب لي تم، وتكتب لي تبعت لي رقم من تليفونك، وتقول لي اسمك، تكتب لي اسمك في الكومنت، وتعمل لي لايك على كل الفيديوهات الشورت، وتكتب لي تم على الفيديو زي ما قلت، وعلى الفيديو بتاع الضفدع تكتب لي تم، وتقول لي تكتب لي تبعت لي رقم تليفونك، وتبعت لي اسمك، وكده انت كسبت. الجيف اوي هو هناخد كل ارقام الناس واحطها في ابلكيشن كده، هو بيختار لي واحد من الاشخاص. هقعد اعمل كده واحد لحد ما يجيب لي 20 شخص او 10 اشخاص على حسب. هشوف الكميه اللي عندي من العناكب دي على عند ايه، والعناكب دي يعني مش رخيصه. الواحد بيعمل له بتاع 30 40 جنيه في سوق الجمعه بيتباع. ان شاء الله لو لقيت الفيديو ده عليه دعم جامد، ان شاء الله لو لقيت فعلا بجد مش هزار انا هتكلم ده، هعمل لكم فيديو في سوق الجمعه عن كل انواع الزواحف على قد ما اقدر. اصور لكم، واللي عايزني على الاسماك واللي عايز عن الطيور اي حاجه اكتبوها لي في الكومنت بتاع الضفدع ده. اكتب لي انت عايز ايه يطلع في الفيديو بتاع سوق الجمعه، بس الاقي دعم على الفيديو ده. ولو لقيت دعم على الفيديو ده ان شاء الله هعمل لكم فيديو في سوق الجمعه رهيب. هتلاقي احسن فيديو هتلاقيه في سوق الجمعه. تعابين، زواحف، سحالي، تماسيح، ورالات، بصوا كل حاجه. تمام. وان شاء الله في كام فيديو جامد حرفيا هيطلع بكذا حيوان في الفيديو، واوريكم انا اشتريت ايه من سوق الجمعه في الفيديو اللي جاي. بس الكلام ده بعد طبعا الامتحانات، ومش هنزل فيديوهات خالص. والجيفاوي ده هنبدا نكسب بعد الامتحانات بتاعتي. بالشروط دي تعمل من دلوقتي، وانا هخش. واللي عملت الناس كده دي ممكن يطلعوا كمان معايا في فيديو. اللي عايز يطلع معايا في فيديو يكتب لي في الكومنت ومن اللي هيكسبه، وانا هطلعه معايا ان شاء الله. وهنزل قبل واديله الحاجه دي، بس تكون في اسكندريه. بره اسكندريه مش هينفع خالص، تكون جوه اسكندريه. بره اسكندريه التسليم هيبقى صعب خالص. انت لو عايز تيجي من القاهره من اي منطقه تعالى لي اسكندريه يا عم، وانا هنزل لك وهشوف انت فين وهضيفك، وهديك العنكبوت وهديك اللي انت عايزه. وبس كده، انت كان معانا الفيديو النهارده، ويا رب تكونوا استفدتوا عن تربيه العناكب دي. وهنديكوا تسليم الجيفاوي يكون بعد الامتحانات، وهنديكوا العنكبوت ببيته وباكله وبكل حاجه. وبس كده، سلام.